السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة الفيديو ده يوصل ل1000 لايك. ما قلتش 10,000 ولا 20,000 ولا مليون. أنا طالبة بس 1000 لايك علشان الفيديو ده فيه رسالة قوية جدا من أبو زياد لأولاده. تعالوا نشوف الأول. محمد صحى العيلة كلها وقال لهم يلا تعالوا الساعة 2 بالليل. والله وكل قام آلاء ونهال كله، حتى الكلب بتاعهم صحوه ودخلوهم على بيت اخوهم علشان يوضبوه. طبعا الكل قالوا له احنا لسه الجو ساقع، ويحيى قعد يقول له طب كان حتى يبقى الروتين ده ولا التحدي ده يبقى تحت اللحاف واحنا لسه سقعانين كده. محمد قال لهم لا، هو كده لازم هنعمل الروتين في شقة اخونا. طبعا نهال كانت خايفة على الحاجة قوي، وقعدوا يتحركوا في الحاجات بتاعتها وينقلوا فيها ومن هنا لهنا لهنا الحاجة. طبعا نهال حاطة ايدها على قلبها وخايفة على النيش ومرعوب. كل يعني بتبص يا ترى هيكسروا لي حاجتي ولا حاجتي هتفضل يا نهال. يحيى بقى بيقول انا دكتور واعمل كده، ما ينفعش يا جماعة، ده انا دكتور. الله بقى انتوا مش عارفين ان انا دكتور؟ قالوا له انسى دلوقتي ان انت دكتور، يلا اتحرك بقى وحرك معانا الحاجات. يلا يا يحيى. يحيى قال ماشي يلا. ها ده يوسف، يا يوسف انت ليك باباك يا يوسف موجود، ربنا يديله العمر الطويل. وريماس اهي اللي ان شاء الله هترجع لحضن ابوها قريب باذن الله. اما الاء بقى فهنشوف هتعمل ايه في نهاية الفيديو. نهال طبعا حاطه ايدها على قلبها وعماله تخبط على راسها وتقول يا نهار ابيض على حاجتي هتبوظ، حاجتي هتتكسر، الحقوني يا ناس، يا ربي يا رب الحقوني. وريماس تتفرج وهي ما شفتش ان ريماس بتضحك بصراحه، ما فيش ولا فيديو بشوف ريماس فيه بتضحك. البنت على طول واقفه مذهوله وكانها فاقده شيء اللي هو ابوها. اي حد في الدنيا محتاج للاب، ابونا سندنا. انا من غير ابويا ابقى ضعيفة. لما كنت امشي مع ابويا كنت احس بقوة. نهال بقى بيقول لها يحيى يلا يا جماعة احنا نعمل الروتين على اكتر من يكسر حاجة. نهال قامت نهال ماسكه له المقش. حاجتي وانا احافظ على حاجتي، محدش يقرب من حاجتي. مقش اهي. بصوا كويس قوي لبصة ريماس. هنا بيشيلوا السفرة كلهم مع بعض لان السفرة تقيلة ورخام وكده، فشالوها مع بعض. ريماس انا ما بحسهاش فرحانه ولا سعيده. مين يا ترى اللي شايل الكرسي ده؟ اللي شايل الكرسي ده هو يحيى. يعني ما فيش يا حد منكم، يحيى، محمد، حسن، اي حد منكم حتى لو كانت الام والاب مثلا زعلانين واخدين على خاطرهم، بس يعني فين يعني احنا نخاف من ربنا ونقول صلة الرحم، وان ده حاجة شرعية قبل ما تكون قانونية ان هو ياخد الولاد ليه. هي حاجة شرعية. ترضى يا يحيى لما تتجوز حد ياخد عيالك يا يحيى؟ ده المحشي اللي عملته لهم الحاجة سعدية. هما يعملوا الفيديو والحاجة سعدية شغالة في المطبخ. كله هنا بقى تعب وقال له خلاص احنا كده معناش قادرين، احنا عايزين نطلع ننام. بما فيهم يوسف ابن ابو زياد، كله عايز يطلع ينام. خلاص الحاجة سعدية حضرت المحشي ووضبته وقعدوا ياكلوا بقى، وبعد كده يطلعوا يناموا. ونهال فرحانة جدا جدا هناكل محشي هناكل محشي. شكرا يا حاجة سعدية على المحشي، يا ريت يا حاجة سعدية ترجعي العيال لابوه. شوفوا يا جماعة احنا بنعمل الفيديوهات علشان الحاج ابو زياد ياخد عياله، ونساعد في ان العقوق ده ينتهي، وان عيلة الحاج جابر طبعا ترضي ربنا في رجوع ابو زياد لولاده وولاده ليه. هنا دي عيد ميلاد عملوا حسن، عملوا لآلاء علشان خاطر تمت 26 سنة، فجاب لها اخدها يفسحها ووداها مطعم حلو كده يعني، علشان خاطر انها تمت 26 سنة وآلاء سعيدة وفرحانة. ربنا يسعد الجميع. بس ما كانش المفروض ترقصي يا آلاء، انت كنت بتتكسفي تتصوري، دلوقتي بترقصي يا حبيبتي. آلاء هتعمل ايه؟ ما هو جوزها موافق وده هو الولد زياد اللي مش عايز يروح يشوف ابوه وسته. عيب يا زياد، عيب. عيب انت هيتعمل فيك نفس اللي انت عملته وهتجربه.
مراتك هتاخد ولادك وتقولك مالكش دعوة بيهم. انا بتهيالي انت مش هيتأثر فيك يا زياد. انت طالما انت اساسا هان عليك ابوك يهون عليك عيالك ويهون عليك مراتك. انا عندي بنت اهو، لو انت يا زياد عندك ملايين الجنيهات، مليارات، وجيت قلت لي انا عايزه اتجوز بنتك، والله العظيم مرضى بيك علشان خاطر عقوقك لابوك. مين اللي يرضى بحد بيعق ابوك كده؟ انت امة لا اله الا الله عارفه يا زياد ان انت عامل عقوق وما بتزورش ابوك ولا ستك التعبانه اللي ما بتشوفش ونفسها تشوفكم. هنا محمد عمال يتصور مع آلاء ومبسوطين وعايشين أجواء القديمة بتاعتهم. ايه ده؟ زياد بطانية حاطط بطانية عليه سقعان. أبوك اللي يدفيك يا حبيبي، حضن أبوك اللي يدفيك مهما رحت ومهما جيت. أبوك ولا يمكن تعوضه، العمر بيخلص. أبو زياد يا جماعة فتح لايف وقال يا عيلة حاج جابر خافوا ربنا، انتوا بتحاربوني بأولادي. اللي بيحصل ده ما يتوصفش من الحقد والضغينة. كل همكم المال اللي يجي من ورا العيال، وما بتذكروش كلمة ترضي ربنا في إنهاء معصية عقابها بيكون في الدنيا قبل الآخرة. ده انتوا بتطلعوا ابني وبنتي الصغيرين على سلم ملوش ترابزيه، ولو حصل حاجة لولادي مش هيكفيني فيهم كلكم، وساعتها مفيش عقل هيكون عندي. انتوا كل همكم المادة وتشيلوا ولادي رخامة اللي هو اللي انت وريتها لكم ديت. ورسالته يا محمد انت هيجيلك ابن وزوجتك، ولا انت ترضى حد ياخد ضنك ويقول لهم اهلكم دول عايزين يستغلوكم ويمنعوهم عنكم؟ ولادي قاعدين في وسط طبل ورقص وزمر، وزوج بيحضن زوجته على الملأ. فين رضا ربنا؟ فين تصرفاتكم؟ مين اللي هيغلط ابو زياد في كلامه ان هو بيقول حرام ان زوج يحضن زوجته على الملأ والناس تتفرج؟ المادة مش كل حاجة. نغضب ربنا علشان الفلوس ونرضي المتابعين؟ رضا ربنا فين من اللي بتعملوه؟ قولوا كلمة ترضي ربنا. ولا الكبار بيعملوا كده، امال الصغيرين هيعملوا ايه؟ علمتوا الصغيرين ينكروا أبوهم، بس الأطفال اللي هم رماس ويوسف أبو زياد مش هيسيبهم. والله المستعان، ربنا يعينك يا أبو زياد. أبو زياد بيقول مش عايزة أقول كلام أشيل عليه وزر. الراجل بيخاف ربنا، بيقول أنا بخاف ربنا. على فكرة أنا اللي عملت أم زياد وعلمتها الطبيخ، وزوجتي أم زياد هي اللي علمت نيرة. أنا لو ولادي الصغيرين بيتعرضوا لخطر في التحديات مش هسكت. أنا مضمنش عمري ولا حتى نهاية أجلي. محدش يعرف نهاية أجله إمتى، ولكن أعلم أن الحق فيما أطلب، ولا همي إلا حضن أولادي. أنا لا بعمل تحديات زيكم وأحكام وأقعد أحط بلاوي على وشي وبدخل على التيك توك ألاقيكم بتقولوا كبسوا كبسوا، ولا كأني في فلسطين، ولا كأني في قهر وقط بتموت، وانتوا تقولوا أبو زياد عايز فلوس، أبو زياد طالع يشحت، وانتوا طالعين تقولوا كبسوا. ده انتوا رافضين ولادي حتى يتصوروا معايا. المادة عمتكم. فين مخافة رب العالمين؟ ما فيش أي كلام يرضي ربنا. ولا ولادي يجولي ويحضنوني ويشوفوا ستهم، يشوفوني في الرؤية. حتى الرؤية مش عايزين ولادي يشوفوها. طيب أنا ممكن أسقط عنكم الحضانة؟ الأولاد الصغيرين لازم يرجعوا لحضني. تعرفوا إن أبو زياد طول ما هو حي يرزق، عمره ما هيستغنى أبدا عن ولاده، ولا عمره ينكر إن هو ليه أولاد، وهيفضل يطالب بحقه ولا يضيع حق وراءه مطالب. وده طلب شرعي وإيماني، غير إن هو قانوني وهيحصل اللي يستاهل إن شاء الله يحصل، اللي هو رجوع رماس ويوسف على الأقل لحضن أبوه. ده من المتابعين دخلت تنصح نيرة، تقول لها يا نيرة أبوكي وبالحسنى يعني، وارجع لأبوكي وصلة الرحم، وما فيش حد في الدنيا بيعيش من غير أب يا بنتي. قامت نيرة، الله أعلم هي نيرة فعلا اللي شتمت أو لأ، العالم ربنا. قالت نيرة قعدت تشتمني شتايم مش كويسة،
وقالوا يا أبو زياد الله يصبرك على اللي انت فيه ده ابتلاء شديد جدا. وفي ومن ضمنهم أنا يا أبو زياد بقول لك اتجوز واحدة من بيت طيب وخلف أولاد. وطبعا مش هقول لك تنسى أولادك، لأ، برضه هتطالب بأولادك، بس ما تظلمش نفسك، عيش حياتك وكمل وفرح أمك. اتجوز وخلف لها قبل ما تموت. أكيد هي مقهورة على اللي بيحصل لك وعلى عقوق أولادك ليك وليها، للست الغلبانة الكثيرة اللي ما بتشوفش. أبو زياد قول حسبي الله ونعم الوكيل، فالله حسبك ووكيلك، وربنا يرد أولادك ليك أنت ولستهم. الله يعطيها العمر ويعطيك يا أبو زياد. شاركوا في إعلاء كلمة حق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شاركوا في إن أب يرجع لأولاده وإن أولاد يرجعوا لأبوهم. يمكن كلمة مننا توصل لقلبهم وتحنن قلبهم على أبوهم وجدتهم. الله أعلم، أنا معرفش ليه القسوة، ليه؟ هو مش أبوهم، مش أبو محمد ولا أبو حسن ولا أبو إخوالكم، لكن هو أبوكم أنتم اللي خلفكم، اللي كان سبب في وجودكم. أنا مش عارفة إزاي ما فيش حد بيتكلمهم الكلام ده، إزاي ما فيش حد من الكبار بيقول الكلام ده. حتى لو أبو زياد غلط فيكم قال كلمة زعل، ما هو من الظلم بيخلي الإنسان يغلط. أرجوكم اسمعوني، إن إحنا الناس بتحبكم، وفي ناس سابتكم، في ناس لغت متابعتها بسبب الموضوع ده.